لو بتحس ان جسمك مكسر وعضلات جسمك دايما وجعك بسبب كتر التمرين، فانت كده عندك نقص في البوتاسيوم، فبالتالي محتاج تاكل حاجات فيها ايه؟ ايوه الإجابة الفتحة فوق. بوتاسيوم، صح. الله عليك، احسنت يا ابني والله، مبروك. ومن اكتر الاكلات اللي فيها بوتاسيوم البطاطا والبطاطس والترمس والكرنب والخس. طبعا انت هتسيب كل دول وتمسك في البطاطس. احب اقول لك ان البطاطس هتبقى مسلوقه. واكتر فاكهه فيها بوتاسيوم الموز. تاني حاجه البلح، عشان كده بناكله في رمضان لان البوتاسيوم بيقلل من العطش. وتالت حاجه البرتقال، وبرده ما تقفرش في البوتاسيوم ان هو بيأثر على الكلى. وطبعا البوتاسيوم مهم جدا في رمضان لانه بيقلل العطش. حاول تدخل اي حاجه من الحاجات دي زي الموز مثلا في السحور. ولو مش عايز تاكل اي حاجه من الحاجات دي فانت ممكن تجيب اي منتج بوتاسيوم من الصيدليه. كل منتجات البوتاسيوم اللي في الصيدليات دلوقتي شرب، مفيش منه قراص، بتركيز 150 ل 200 ام جي في اليوم، يعني معلقه كبيره في اليوم. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وتبعت الفيديو لصاحبك عشان هو كمان يستفاد. كان معاكم اسلام حسنين.